الناس كلها مهتمة بأسعار الذهب ويا ترى هيزيد ولا هيستقر الفترة اللي جاية، وإيه أفضل وقت للاستثمار في المعدن الأصفر. لو مهتم بالذهب والأسعار خليك معانا في الفيديو ده وهقول لكم كل التفاصيل. الكل دلوقتي مهتم بأسعار الذهب، خصوصا لو معاك قرشين وحابب تستثمرهم في استثمار مفيد يحافظ على فلوسك من خطر التضخم. وخليني أقول لك إن أسعار الذهب مستقرة بشكل كبير في الأسواق المصرية، وده رغم الارتفاعات الأخيرة اللي شهدتها الأونصة العالمية، وده بسبب إنها اتأثرت بالأحداث السياسية اللي بتحصل في العالم كله. وده الكلام اللي قاله الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، واللي قال ان ارتفاع السعر العالمي الايام اللي فاتت بسبب الاحداث الجيوسياسية اللي موجودة في كتير من دول العالم، وعلشان كده توقع ان تشهد اسعار الاونصة العالمية ارتفاع جديد، وانها تتخطى سعر ال 2300 دولار مع بداية منتصف شهر ابريل اللي جاي. طيب نيجي لاهم سؤال، هو الذهب هيرتفع سعره في العيد؟ شوف يا سيدي، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب توقع ان اسعار الذهب هتزيد وان هيرتفع سعر الذهب عيار 21 ل 3150 جنيه مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وده نتيجة زيادة الإقبال على الشراء. طيب هي الناس اللي اشترت ذهب بأسعار غالية لما كان سعر الجرام معدي ال 4000 جنيه تعمل إيه؟ لو أنت شايف إن حظك وحش وإنك من الناس اللي اشترت الذهب بالغالي أيام ما كان جرام عيار 21 سعره بيتراوح ما بين 3500 ل 4000 جنيه، فالخبراء بيأكدوا ليك إن حظك مش وحش ولا حاجة، وإنك هتكسب بس بشرط إنك تصبر وما تتسرعش في البيع، خصوصا إن الذهب ادخار طويل الأجل، يعني مش هتشتريه النهارده وتدور على بيعه بعد شهر ولا اتنين، انت هتستنى سنه او اتنين على الاقل علشان تضمن انك ما تخسرش فيه، وده لان مكسبك في الذهب بيكون على المدى الطويل، خصوصا انه معروف ان الذهب بيرفع سعره وبعدين بينزل تاني ويرجع تاني بسرعه يزيد من جديد، ومفيش حد اشترى ذهب وفات عليه سنين وندم، وده لانه معروف ان ثمنه فيه ومكسبه مضمون. في بقى شويه نصايح مهمه قبل ما تشتري الذهب لازم تخلي بالك منها. اولها انك لازم تعرف سعر السوق قبل ما تروح تشتري الذهب علشان ما تتعرضش للغش من التجار، وخد لك لفه على المحلات الاول واسال في اكتر من مكان علشان تتاكد من السعر. كمان خد قرار بنوع العيار اللي انت ناوي تشتريه واعرف سعره كويس قبل ما تروح، وافحص الذهب كويس قبل ما تشتريه وتاكد من انه سليم ومن غير اي عيوب، والاهم انك لازم تشتريه من مكان موثوق علشان برضو ما تتعرضش لاي شبهه نصب، فلازم تروح لمكان موثوق زي محل مجوهرات معروف. كمان اشتريه في وقت مناسب، وده لان سعر الذهب بيتغير كل يوم، علشان كده افضل وقت تشتري فيه الذهب هو وقت انخفاض الاسعار. كمان اختار لو هتشتري سبائك او جنيهات ذهب اختار الانواع المغلفه واللي بتطرحها الشركات المعروفه في السوق، وابعد عن اي شكل معلهوش تغليف. قول لنا رايك في الاستثمار في الذهب، وهل بتفضلوا لحفظ اموالك؟